أهلا بيكي في فيديو مهم لكل واحدة لسه راجعة من المصيف. الشمس والبحر بيبقوا حلوين وكل حاجة، بس ساعات بيرجعوا معانا ببشرة مجهدة وشعر ناشف وجسم محتاج ترطيب زيادة. في الفيديو ده هقولك على روتين كامل هيخليكي ترجعي لبشرتك ولشعرك ولجسمك النعومة والنضارة اللي كانوا فيها قبل المصيف، ويبقى أحسن كمان. تابعي معايا لآخر الفيديو وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة ترطيب الجسم من جوه ومن بره. من جوه اشربي مية طول اليوم 2 لتر أو 3 لتر، وممكن تعملي مية ديتوكس تقطعي فيها خيار ونعناع وليمون تشربيها على مدار اليوم. ومن بره استخدمي لوشن فيه بنسينول أو جريسلين أو زبدة الشيا، ولو جسمك اتعرض للشمس كتير استخدمي جل الألوفيرا الطبيعي. ومقشر مرة واحدة في الأسبوع، ممكن تستخدمي سكر البني وزيت جوز الهند. ولو في غمقان في الكوع وفي الركبة اعملي ليهم ماسك بالزبادي والنشا مرتين في الأسبوع. تاني حاجة، ازاي ترجعي بشرتك للنضارة؟ التنظيف، غسول لطيف خالي من السلفيت والعطور زي سيتال أو فيتشي للبشرة الحساسة. الترطيب، سيرم فيتامين سي الصبح وواقي الشمس خفيف، وبالليل استخدمي كريم مرطب فيه حمض الهيرونوليك أو بنسينول. وماسك منعش، ماسك الزبادي مع العسل والنشا مرتين في الأسبوع بيرطب وبيفتح جدا البشرة. تالت حاجة، الشعر بعد الشمس ومية البحر أو البسين. اعملي حمام زيت فيه زيت جوز الهند أو زيت لوز الحلو، نقطتين زيت روزماري أو زيت جنين القمح، سخنيهم وحطيهم على شعرك لمدة 2 ساعات قبل الغسيل. ماسك الترميم، موزة مهروسة ومعلقة عسل وزبادي وكبسولة فيتامين اي، حطيها على شعرك لمدة 30 دقيقة مرتين في الأسبوع. الغسيل بيكون بشامبو خالي من السلفيت وبلسم مغذي. بعد الغسيل حطي سيرم خفيف أو كريم للتصفيف زي الأكراتين أو الأرجان. نصايح سريعة، ما تغسليش شعرك بمية سخنة، واستخدمي مشط خشب واسع، ونامي على كيس مخدة يكون ستان أو حرير أو نضيف عامة ويكون قطن. استمري على روتين ده لمدة 2 أسبوع وهتشوفي الفرق بنفسك. مفيش مانع إننا ننبسط، بس كمان نرجع لبشرتنا ولشعرنا الطبيعي. جربي الروتين ده وقوليلي في الكومنت أكتر حاجة حسيتي إنها فرقت معاكي. وافتكري دايما كل ما تهتمي بنفسك كل ما جمالك الطبيعي هيبان أكتر. واستنيني في الفيديو الجاي مع وصفات وكنوز جديدة، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.